النهارده انا هتكلم معاكم في موديل في التريدينج مهم جدا وسهل جدا وبسيط جدا، ولو انت عملت عليه ماسترنج وقعدت تعيد وتزيد فيه هتطلع منه فلوس فعلا كويسة جدا. هو الموديل بكل بساطة بيعتمد على التايم، على الوقت. عشان كده انا عايزك تشيل اي ديستراكشن او اي حاجة تخليك مش مركز آه، بره الموديل ده. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا، انك لازم تفلتر المعلومات اللي عندك. لسه داخل مجال التريدينج جديد، ف مش صح انك تعرف معلومات كتير في الاول. دي عن خبرة على فكرة. انت لما تعرف واحدة واحدة وتبيلد اب وتشوف ده وترجع تعمل له باك تيست وتشوف كان ده فاليد ولا مش فاليد، تطور نفسك وتعرف استراتيجية تانية وتعرف موديل تاني، احسن بكتير من انك تاخد معلومات، كمية معلومات، تاخد كمية معلومات كبيرة جدا وبعد كده في الاخر تتوه مش عارف تبتدي منين وتروح فين. الموديل بتاع النهارده انا هلخصه بطريقة تكون سهلة ان شاء الله تفهموها بسهولة، وتكون ما فيهاش معلومات كتير تخليك مش مركز او تخليك ديستراكتد. انا اللي عايزه يبقى انها معلومات واضحة وسهلة وبسيطة. وهو موديل معتمد على الوقت، فأهم عامل فيه هو عامل الوقت. بما ان هو عامل الوقت هو اهم عامل في الموديل ده، فاحنا لازم نحدد الوقت على التشارت بتاعنا. فهو الوقت على التشارت هتلاقيه من الساعة 19 او 17. هو بتوقيت الامارات هو الساعة 7، بتوقيت مصر غالبا الساعة 5 حاليا. فالموديل اللي انا هتكلم فيه هو من 7 ل 8. الانترنس بتاعي او هخش او هفضل قاعد قدام الشورت من 7 ل 8 بتوقيت الامارات، او من 5 ل 6 بتوقيت مصر. اوكي، فهي ساعة، لان هي دي الاوبننج سيشن بتاعت نيويورك سيشن. اوكي، فزي ما قلت لكم الموديل ده معتمد على الوقت، فاهم حاجة فيه هو الوقت. فاحنا من الساعة دي انت قاعد قدام الشورت هتعمل فيها ايه الساعة اللي قدام الشورت دي؟ هقول لك بالظبط. نمرة واحد، زي ما انت شايف قدامك كده في الفيديو، انا حددت الساعة بتاعتي هي بتو لاينز عشان تبقى انا شايف الساعة بالظبط انا مستني ايه. حددت حاجة اسمها الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد ليكويديتي. اوكي، انا آه لو بنسبة كبيرة ببقى عارف اصلا البروفايل ايه. يعني ايه البروفايل؟ ايه البروفايل؟ يعني اذا كان هو في حالة صعود او في حالة هبوط. طبعا دي هتاخدها مع الخبرة ان شاء الله، بس انا بتكلم في دلوقتي. انا كنت عارف ان هو بيرش، انا عارف ان امبارح كان يوم بيرش على اليو اس ستوكس. آه هي مش دي المشكله، المشكله انك امتى تخش وتستنى ايه. امبارح الساعه 7 بتوقيت الامارات كان في خبر في بورصه نيويورك. الخبر حصل فيه ان حصل جاريه لفوق، وهنا هانت الباي سايد ليكويديتي. ودي حاجه انا لما بشوفها برتاح. يعني لما بشوف ان في رميه كده اترمت وجاب بيها ليكويديتي فوق، دي بتطمني ان انا كده هعرف اخش دخل حلو، او السيت اب بتاعي هيبقى سيت اب حلو. كل ده انا ما عملتش اي حاجه، انا كل ده مراقب. انا كل ده مراقب الساعه 7 ايه اللي حصل بتوقيت الامارات. تاني بقول ده 7 بتوقيت الامارات، الساعه 5 بتوقيت مصر. فالساعه 7 طلع هانت الباي سايد ليكويديتي، واستنيت لغايه ما رمى الرميه دي وعمل لي فير فاليو جاب. شايفين الفير فاليو جاب دي اللي انا بتكلم فيها؟ هي الفير فاليو جاب دي طبعا على ال5 مينتس هتبقى واضحه، بس انا عاملها على ال1 مينت عشان تشوف كل مينت ايه اللي بيحصل فيها. فلما حصل الفير فاليو جاب دي، انا من هنا انا بخش. من هنا دي دخلتي، انا بستنى الفير فاليو جاب دي. اول فير فاليو جاب تحصل في التايم رينج ده في الساعه دي انا داخل فيها، وانا عارف ان هو هيكمل نزول. بس انا حاطط تارجتي فين؟ حاطط تارجتي عند السيل سايد ليكويديتي. انا ليه حاطط تارجتي عند السيل سايد ليكويديتي؟ لان ده سيل سايد ليكويديتي على الهاي تايم فريم، يعني كان اللو بتاع بريفيوس 3 اور 4 دايز قبل كده. فده لو مهم جدا. فاللو المهم جدا ده انا بحط عنده التيك بروفيت بتاعي. ممكن طبعا ينزل زي ما انتم شايفين اكتر من كده، وممكن ينزل تاني او اكتر، بس انا شايف ان ده البروفيت بتاعي، او ده اللوجيك ليفل اللي انا مستنيه. طبعا ما تستهونش بموديل زي ده، لان انت بتتكلم الانترنس من هنا لهنا انت بتتكلم في حوالي دي 116 بيب او 116 تيك. ف وده هيوج، ده مش قليل في اليو اس 30 يعني، او في اليو اس ستوكس عامه يعني. فبما ان انا بتكلم في الموديل ده، فالموديل ده نمره واحد العامل فيه هو عامل الوقت زي ما قلت لكم. فانت بتستنى قدام ساعه معينه في اليوم اللي هي من 5 ل 6 بتوقيت مصر.
او من 7 ل 8 بتوقيت الامارات، ودي بتبقى تقريبا من 10 ل 11 بتوقيت نيويورك. يعني توقيتات مهمة قوي في التريدنج يا جماعة. بتستنى ايه؟ بتستنى تشوف حاجة زي كده، هانت الباي سايد ليكويديتي، او طلع الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاعها هنا الاول، وبعد كده اداني ديسبيسمنت، اداني رمية قوية في فير فاليو جاب، علشان ده الليفل اللي انا متوقع ان البرايس هيروح له في الهاي تايم فريم. فانا بالنسبه لي ان دي الدخله دي دخله منطقيه جدا. هاي probability ان هو طبعا ينزل ويكمل ويكسر السيل سايد ليكويديتي ويكمل عليها كمان. ده الموديل بكل بساطه شديده. والموديل ده انا هقعد يعني هعمل له فيديو واثنين وثلاثه لغايه ما تشوفوه ان اتس فيري ايزي. يعني موديل فعلا سهل جدا وبسيط جدا. وطبعا هو مش بيتكرر كل يوم، يعني مش كل يوم هتلاقيه موجود، بس معظم الايام موجود. ومعظم الايام بيبقى كلير لو انت عارف الدايركشن بتاع البرايس رايح فين. يعني انت في حاله هبوط ولا في حاله صعود، الويك بتاعك الويك الاكسبانشن بتاعه فوق ولا لتحت. دي عوامل كلها بتعرف تاخد بيها القرار، وبتبقى عندك رؤية للبرايس. عشان كده بقول لكم الكي ليفلز اللي احنا بنحطها بعد كده اتس فيري امبورتنت. انت انت عايز تروح فين؟ لان انت لو مالكش تارجت انت مش رايح في حتة، انت مش عارف انت رايح فين. انت مالكش تارجت، انت مش عارف انت عايز تروح فين. وما ينفعش تسيب نفسك للماركت. هتبقى عارف البوينتس اللي انت هتخش منها وهتطلع منها. وحتى لو انت كنت غلطان، يعني فور اكزامبل لو انا كنت غلطان في التريده دي وطلعت وقلبت عليا او خدت الستوب لوز، ام فاين، انا مش زعلان. انا مش زعلان لان انا عملت تحليلي وعملت الواجب العملي وعملت البروبابيلتيز بتاعتي. وعادي ممكن الماركت ما يبقاش او انت محلل غلط. يعني مش عيب. يعني لازم يا جماعه تعرفوا ان في التداول مفيش صح وغلط. يعني انت ممكن تبقى صح جدا وممكن تبقى يعني محلل صح وتخسر فلوس برضه عادي يعني. ملهاش علاقة يعني. اللي انا عايز اقوله يعني انك مش لازم تبقى صح ومش لازم تبقى غلط. مش ده الاوبجيكتيف. احنا داخلين المجال ده عشان تعمل فلوس. فانت عشان تعمل فلوس لازم يبقى كان عندك ميثودولوجي، عندك منظومة شغال بيها. دي واحدة من المنظومات اللي انا بقولها عليكم. وممكن ترجع وتشوف، ارجع اعمل باك تيست، ارجع برايس اكشن او كل شارت وشوف الكلام ده شغال ولا لا. ما انت لازم تتعب. يعني لازم تشوف الكلام ده اللي أنا بقوله لك ده بقى صح ولا غلط، واعمل عليه تيست، باك تيست، واعمل عليه مره واثنين وثلاثه. ماستر لازم تماستر موديل. لما تماستر موديل انت من هنا ابتديت تتعلم يعني ايه تداول. وبعد كده بقى تماستر بقى السايكولوجي بتاعتك، تبتدي تفتح بقى الحساب التجريبي ولا مش حساب تجريبي ولا حساب حقيقي والكلام ده كله. فاتمنى يكون ان الموديل سهل وبسيط. اللي عنده حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.